لم يكن إبليس يسعى إلى ملك ولا إلى عرش ولا إلى عالم جديد. كان يبحث عن شيء واحد فقط، شيء ظن أن من يمتلكه يخضع له الجن والإنس. لكن ما لم يدركه إبليس أن تلك القوة لا تسرق. إنه خاتم سليمان. اقترب إبليس من أعظم سر في تاريخ الجن، سر لم يخلق ليقع في يد شيطان. خاتم لو امتلكه لانقلب ميزان هذا العالم. لكن في اللحظة الحاسمة حدث ما لم يتوقعه إبليس. فما هو خاتم سليمان؟ ولماذا طمع فيه إبليس؟ وهل كانت القوة فيه أم في الأذن الذي لم يمنح له؟ لم يكن خاتم سليمان عليه السلام زينة تلبس ولا رمزا يستعرض. كان حدا فاصلا بين عالمين، وشاهدا على سلطان لم يمنح لبشر قبله ولا بعده. ذلك الخاتم لم يحمل القوة في ذاته، بل حمل إشارة الإذن، إذن إلهي حين يرى تخضع له قوى لا تخضع بطبيعتها لأحد. كيف فهم الجن الخاتم؟ الجن لم ينظروا إلى الخاتم كما ينظر البشر إلى الأشياء. لم يروا معدنا ولا نقشا ولا شكلا. ما رأوه كان أثر الأمر الإلهي. كانوا يدركون أن هذا الخاتم ليس سبب الطاعة، بل علامتها، علامة تقول لهم دون صوت: هذا من أذن له فاسمعوا وأطيعوا. مجرد النظر كان كافيا. حين كان سليمان عليه السلام يمر بين صفوف الجن، لم يكن بحاجة إلى أوامر ولا تهديد ولا صوت. نظرة واحدة إلى الخاتم كانت كافية. كانوا يرون فيه حدا لا يكسر، وعهدا لا ينقض، وسلطانا لا يقاوم. لماذا الرعب؟ لأن الجن يعرفون جيدا معنى الإذن الإلهي. يعرفون أن من أذن له فإن معارضته ليست تمردا على بشر، بل على نظام كوني لا يرحم من يتجاوزه. ولهذا لم يكن الخاتم يرعبهم بقوته، بل بما يمثله. كان يذكرهم بأن هناك من فوقهم وفوق تمردهم وفوق حيلهم. في حضرة الخاتم كانت طبيعة الجن نفسها تتغير. المارد يهدأ، العاتي ينكسر، المتمرد يصمت. لا لأنهم فقدوا قدرتهم، بل لأنهم أجبروا على تذكر حقيقتهم، أنهم مخلوقون لا أسياد. لماذا لم يكن يخفى؟ قد يتساءل البعض: لماذا لم يخفي سليمان الخاتم؟ لأن الخاتم لم يكن يخفى. وجوده ظاهرا كان جزءا من الهيبة، جزءا من النظام. كان رسالة دائمة: هذا سلطان مراقب لا مسروق. إبليس لم يكن متهورا، لم يقترب فجأة، ولم يندفع بدافع الغضب. كان يعلم أن ما يفصل بينه وبين خاتم سليمان ليس مسافة. إبليس بخبرته الطويلة كان يدرك أن القوة لا تؤخذ بالقوة وحدها، بل تؤخذ بثغرة، بلحظة غفلة، بتغير في الميزان. راقب سليمان عليه السلام طويلا، راقب سكونه ووقاره ونظام الملك من حوله. لم يكن يبحث عن ضعف في النبي، بل عن لحظة يظن فيها أن الرمز ينفصل عن الإذن. الوهم الأكبر. ظن إبليس أن الخاتم مع الزمن قد يتحول من علامة إذن
إلى أداة بحد ذاتها. وهنا وقع في الوهم الذي وقع فيه قبله كثيرون، أن القوة إذا استمرت طويلا تصبح ملكا لصاحبها، ولم يفهم أنها كانت أمانة في كل لحظة. اقترب إبليس لا بجسده بل بحضوره، لم يمد يده ولم يبهر نفسه ولم يتحدى مباشرة. كل ما فعله أنه حاول الاقتراب من المجال الذي يحيط بالخاتم. وهنا حدث أول إنذار: ردة فعل الجن. الجن شعروا بشيء غير معتاد، ليس خطرا واضحا بل اضطرابا في النظام. المكلفون بالخدمة توقفوا، المردة صمتوا، حتى العتاة تراجعوا خطوة. لم يروا إبليس، لكنهم شعروا بأن شيئا يحاول عبور حد لا يصبر. الحاجز غير المرئي. لم يكن هناك نور ولا نار ولا صوت، كان هناك فقط امتناع، كأن الوجود نفسه رفض هذا القرب. لم يمنع إبليس بقوة بل بلا إذن. وهنا فهم الحقيقة الأولى، أن الخاتم لا يقترب منه بنية التملك. لحظة الإدراك المرعب. في تلك اللحظة أدرك إبليس أمرا لم يكن يريد الاعتراف به، أن الخاتم لا يعترف بمن لا يحمل الإذن، وأنه مهما بلغ دهاؤه سيبقى خارج هذا النظام، وأن محاولته لم تكن اقترابا من قوته بل اقترابا من حد وضع ليمنعه هو بالذات. التراجع لا الهزيمة. تراجع إبليس لا مهزوما بل صامتا، لأنه فهم أن الفشل هنا ليس فشل حيلة بل فشل فكرة أن القوة يمكن أن تنتزع دون إذن. قفل الجزء. لكن القصة لم تنتهي هنا، لأن إبليس بعد أن فشل في الاقتراب بدأ يفكر بطريقة أخرى، طريقة لا تستهدف الخاتم مباشرة بل تستهدف من يحمله. وهنا بدأ أخطر مخطط. حين تراجع إبليس لم يكن ذلك تراجع العاجز، بل تراجع من أدرك أن الطريق المباشر لن يفتح له أبدا. إبليس لا يكرر الخطأ ذاته، هو يغير الزاوية لا الهدف. التحول في التفكير. قال في نفسه: إن كان الرمز لا يؤخذ بالقوة، وإن كان الإذن لا يسرق، فربما يمكن إرباك الحامل لا الرمز.